النجم أحمد عز في الآسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبا، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن والآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن والآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. اهلا يا سي مراد. اهلا. سي مراد مين؟ لا الظاهر حضرتك فاهم غلط، انا اسمي جلال. وانا اسمي سعد، وموجود هنا مخصوص عشان حضرتك. عشان حضرتي انا؟ ليه؟ عشان اخلص عليك. يا عم انا اسمي جلال الآسة، كشاف النور. تعمل لي فيها كشاف نور كشاف ضلمه، هخلص عليك يعني هخلص عليك. الله في ايه يا عم انت؟ يا ربي عربي يا ربي. تنده عرابي، تنده سعد زغلول، تنده مصطفى كامل، هخلص عليك يعني هخلص عليك. ده مجنون ده ولا ايه عربي؟ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. استنى يا عم انت جاي تشحت ولا ايه؟ استنى يا عم رامي. ما انا بقول وراك اهو يا مستر، بس عشان خلقي ضيق وعندي ميعاد. اولا انت ليه محسسني انك مخنوق مني كده؟ مهم جدا تحصل حالة التوافق دي قبل ما ندعي الفهم. انا يا مستر انا برضو مخنوق منك برضو. شوف يا رامي، ما ينفعش ادرس لك واشرح لك حاجة الا اذا كنت انت شخصيا حابب اللي هقوله لك، وتكون بجد عندك رغبة انك تعرفه. فهمني؟ فاهمك، بس يا ريت ننجز. شفت برضو اخليني اديك بالقلم على بقك. لو فهمني هتبقى دي بداية مبشرة جدا. نتكلم الاول في بيت الشعر اللي قلته لك ده، لانك لو فهمته هتحبه، ولو حبيت حاجة مستحيل تنساها. تعالى بقى نرجع لورا شوية كده، ارجع ورا شوية كده وانت في مكانك برضو. تعالى نفترض يا رامي انك بتحب واحدة. حبيب قلبي. ايوه يا مستر. ياه، امال وشك انشرح كده ليه؟ ما هو انت لو بتحبها بجد وبتعتبرها بالنسبة لك قضية مستقبلية ومصيرية، طبعا بحبها بجد. ممكن تعمل ايه بقى عشانها؟ اعمل اي حاجة. طيب كويس. لو رحت بقى تقدمت لها وابوها رفضك، هتسيبها وتنساها ولا هتعاود التجربة مرة تانية وبوسائل تانية وعناصر معادلة محتملة؟ لا طبعا هعاود التجربة مرة تانية وجميع العناصر المحتملة الاحتمالية اللي حضرتك بتقول عليها دي، ومش هنساها طبعا. طب كويس، يعني مش هتيأس؟ لا طبعا هحاول مرة واثنين وثلاثة. يعني مش هتقعد مكانك وتحلم بيها وتتمناها وبس وفي الاخر تخبط دماغك في اي حجر صخري او جيري؟ اطلاقا، هعمل عشانها مستحيل. قول بقى بيت الشعر ده يبقى كده: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وحط في دماغك اللي بتحبها، حسسها انك مصر على انها تبقى ليك مش لغيرك. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة.
لا يا ابني ما فيش حاجه بتتقال كده، انا نمت جنبك. انا يعني ايه بس؟ قول ورايا قول ورايا الله يحرقك. هقول وراك اهو. وما نيل المطالب بالتمني. قول. وما نيل المطالب بالتمني. وانت لازم تعمل ايدك كده وانت بتقول، ما ينفعش تقولها وانت ايدك جنبك. قول بقلب. تاني قول تاني. حاضر. وما نيل المطالب بالتمني وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. غلابة كالغلابة لما تلهفك. غلابة يا بغل. قول ورايا تاني. وما نيل المطالب بالتمني. وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. جدع يلا جدع. ايه رأيك بقى؟ لا انت جامد قوي يا ابو علي. الله يخليك يا رب. اقلب بقى الصفحة عشان نقول. قل آسى في وكالة ناسا. سامعاه يا ساره وبيشرح لرامي؟ سامعاه بس مش فاهمه حاجه خالص. مش عاوز ياخد الحاجه سهله، جاياله على طبق من فضه. وانتي فاهمه بقى ان انا كده فهمت حاجه برضو. انا لما رحت وقلت له يدي درس الرامي، انتي عارفه وانا عارفه كويس اني كنت بتلكك وادور على حاجه عشان اقرب منه فيها. طيب بس يا رب هو يكون فاهم. مش مهم يفهم دلوقتي، يا سلام. المهم انه ما يكونش مشغول بواحده تانية غيري. سوري يا فريده، هي فين الواحده التانية دي اصلا اللي ممكن يتشغل بيها؟ اللي تعرف حسن بجد مش تحبه بس دي كمان تضحي عشانه. طيب افهم من كده انك ناويه تضحي عشان حسن قلقاسه؟ للاسف بحبه. طب اديني سبب واحد يا بنتي. مختلف، عنده هدف، بحبه وبحب نظرياته لكل الامور، خصوصا بقى النظريات المنطقيه. طيب بس الاهم من ده كله انه يكون بيحبك. كفايه ان احبه دلوقتي واعلمه انه يعرف يحبني في يوم من الايام. طيب ايه رايك بقى يا رامي؟ هايل. طيب مش كده؟ ومين دي اللي هايله؟ طيب حسن. والاسى. طيب والاسى ايه رايك بقى فيه؟ انا كنت هقلب عليه بصراحه. وبعدين اول ما قال لي ما نيل المطالب بالتمني ودخل عليها بجو الرومانسيه ده، فكست الفكره القديمه واديته مساحته. منايل المطالب ماشي عشان تبقى تسمع كلام بعد كده. هو بيحب صح؟ ايه ده؟ هو قال لك انه بيحب؟ طيب ليه هو ما قالكيش؟ لا ما قاليش حاجه. طب قول لي والنبي قال لك ايه؟ لا ما قاليش. طب عرفت منين ان هو بيحب؟ طيب حسيت كده ان هو حبيب وطاير وكده ورومانسي. صح يا رامي صح. وقال لك ايه كمان؟ اقول لك على حاجه؟ ايه يا رامي؟ قول طيب بسرعه. انا حبيته. هو بصراحه يتحب قوي. انت بتحبيه؟ ايه رايك؟ طيب من ناحيه ان هو طيب فهو طيب. اتفضل يا استاذ جلال اتفضل. اصل انا خلاص قريت العداد بتاع حضرتك. وانت فاكر ان انا كنت بسأل عليك وادور عليك عشان تيجي تقرا لي العداد؟ لا معلش مش فاهم حضرتك. فاكر دي؟ يا كوكب في السما عالي، يا ضي سنيني وايامي، بحبك موت وهطلع لك يا روحي لفوق، ويبقى طريقي للجنة زرعته بورد وشلت الشوك. الله انت بتقوليها حلوه قوي. طبعا فاكرها. ما يقولش الكلام الجميل ده الا بني ادم احساسه مرهف وخياله وردي زيك يا استاذ جلال. ما هو اصل الحكايه يعني. الحكايه انك مش لازم تبقى كشاف نور خالص. مش كده برضو؟ لا انت لازم تبقى في مكان تاني خالص. كله زهور وورود وخضرة. الله. تفكر وتبص للقمر والنجوم وتكتب كلامك الجميل ده. بجد عجبك؟ ما هو عشان كده كنت قلب عليك الدنيا. واديني موجود اهو. ايه بقى؟ اتفضل، دول 3000 جنيه. يا ده مجرد عربون بس. طب والباقي؟ لما تخلص الغنوة كلها هديك 15000 جنيه. كام؟ بتقول كام؟ 15000 جنيه. يعني تقومي دلوقتي تطلعي كام كيس لحمة من الفريزر وتحمري شوية وتسلقي شوية وتفرمي شوية. وليه ده كله يا سي جلال؟ ما هم ال 15000 جنيه دول مش هيكملوا إلا لما تكمل الغنوة. طب ما تكملها. ما هو مش أنا اللي كاتبها. امال مين يا اخويا؟ حسن أخويا. والقاسة يطلع منه ده كله؟ طلع. قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. وانت ازاي تسمح لنفسك تمد ايدك على حاجة مش بتاعتك؟ اهدى يا حسن اهدى. غلطة يا اخويا، وبصراحة ندمان عليها. انما اخوك وتوحل وانت بايديك تنجده. ايه يا حسن، هتسيبني اتوحل ويبان شكلي وحش قدام واحدة زي مهرة؟ انا ماليش دعوة ولا بمهرة ولا بفرس. الله، انت تاخدها ليه من اساسه؟ انت مش عارف انك بالشكل ده بتبقى بتتعدى وبتحطم حواجزي الشخصية ولا لا؟
طب اهدى ما هو لو تعرف السعر اللي هي عرضته عليا هينزل عليك سهم السكون. وانا مش عايز اعرف. دول 7000 جنيه يكشي يكونوا مليون جنيه. لا 7 بس. وافتكر كده يا حسن، انت امتى مسكت بايديك 1000 جنيه كاملين على بعض؟ مش عاوزين بقى نمرضى ونرفس النعمة برجلينا، ما تبقاش وش فقر امال يا اخويا. بقول لك ايه يا جلال، انسى الموضوع ده خالص، والقصيدة اللي انت سرقتها دي تسحبها من الست مهرة بتاعتك، والا قسما بالله هروح لها بنفسي وافضحك قدامها. انت فاهمني ولا لا؟ بصراحة لا. صحيح، ما انت لو كنت بتفهم من اصله ما كنتش اتصرفت زي الحرامية وسرقتها وحطيت نفسك في اشكالية. يعني هتروح لمهرة وتفضحني عندها يا حسن؟ تفضح اخوك جلال يا حسن؟ يا ده انت قديم قوي حتى وانت بتعيط. خلاص ما تعيطش، خلاص بقى. بس بقول لك ايه، دي هتبقى اول واخر مرة. اول واخر مرة يا اخويا. ماشي. بس ليا طلب واحد كمان وخلاص. اتفضل. الكمالة. كمالة ايه وانت قاعد عند محل كشري؟ كمالة ايه؟ الأغنية يا أبو علي. ما هو مش هاخد 7000 جنيه إلا لما تكمل الأغنية. طب فكرني كده، الأغنية دي كانت بتقول إيه؟ حاضر هفكرك. يا كوكب في السماء عالي، يا ضي سنيني ويامي. الله يحفظك يا شيخ. الله ايه بتضحك على ايه يا ابو علي؟ عشان انت مش فاهم اصلا حاجه. الكوكب اللي في السماء عالي ده كوكب المريخ. يا فصيح، دي قصيده جيولوجيه مش رومانسيه ولا عاطفيه. يعني ايه؟ يعني الاغنيه دي كاتبها في كوكب المريخ. ياه، انت بتحب كوكب المريخ للدرجه دي يا حسن؟ طب اسمع دي: بحبك موت وهطلع لك يا روحي لفوق، ويبقى طريقي للجنه زرعته بورد وشلت الشوك. بقيتها. اسخن يا حسن، قول قول. الله يسهل لك. تحب تقعد في الصالون ولا تقعد في مكتب بابا؟ والله يعني اللي حضرتك تشوفيه. هو عادة الإنسان هو اللي بيشغل مكان في الفضاء، والحيز اللي بيشغله حضرتك. ايه حضرتك دي بس يا مستر حسن؟ امال يعني اقول لحضرتك ايه؟ ايه حضرتك دي؟ ما تقوليش حضرتك تاني، قولي يا فريدة زي ما كنت بتقولي وانا صغيرة عندك في المدرسة. ومش معنى بقى ان انا كبرت تقولي حضرتك ومش حضرتك. واظن ان احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده ولا ايه؟ هو ما فيش حد في البيت ده ولا ايه؟ رامي لسه مرجعش وبابا في مكتبه. طب وماما؟ مشغولة مع شلتها في النادي. يعني احنا هنا لوحدنا؟ لا ما تخافش قوي كده، الخدامين موجودين. طيب ما تندهي يعني لحد يقعد معانا، لاني بجد ابتديت احس بفراغ في الفضاء المنزلي. ويقعد معانا ليه؟ اهو يعني ياخد بحسنا. ايه ده؟ ايه في ايه يا مستر حسن؟ ايه الحجر ده؟ ومين اللي جابه هنا؟ وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي، وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكم يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني